هو الفار بيخاف من النور؟ قبل ما ابدا اقول اي حاجه، اللي بتقرف، اللي بتخاف، اللي بتعوق، تقدر تتفضل وما تشوفش الفيديو لان انا اصلا قرفان من نفسي وانا بصور. خلاص يلا بينا. الفئران يا سيدي هي تاني نوع ثدييات منتشر على كوكب بعد الانسان، وده نظرا لانها بتعرف تتكيف في اي مكان بتكون محطوطه فيه، وعندها قدره رهيبه على التكاثر بشكل مرعب. ولو في حد داعي عليك ودخلك فار جوه البيت، فخد عندك كميه الدمار اللي ممكن يعمله الفار ده. هياكل من اكلك، هيعضعض كل الاسلاك الموجوده في الشقه. طب ليه الفار مش بيظهر غير في الضلمه؟ هو خفاش؟ في الحقيقه الفار هو حيوان نظره ضعيف وعنده حساسيه من الضوء، فبيعوض الكلام ده بانه بيتجنب الضوء خالص عشان يبعد عن الحيوانات التانية اللي ممكن تاكله. ونتيجة لكده تكيف الفار مع الضلمة وبقى بيعيش جواها بشكل افضل. ومن هنا يا سيدي ظهرت اسطورة ان الناس بتقول الفار بيخاف من الضوء، بس في الحقيقة هو مش بيخاف من الضوء، هو بيتجنبه. وربنا معاك يا صديقي في رحلة طرد الفار اللي دخلك الشقة ده. تبان ملهاش لازمة، تستحق اللايك.